القصة دي للكاتبة المبدعة شيماء رمضان، ويلا بينا نبدأ قصتنا. في غرفة المكتب في بيت أبو عز كان بيتكلم. هتتجوزها يعني هتتجوزها، دي بنت أخويا وأمانة في رقبتي، مش هطمن عليها غير وهي معاك يا عز. إيه هتخالف أمري ولا إيه؟ لا طبعا يا بابا مش هخالف أمرك، بس أنا ما شفتش شكلها ولا في تعامل ما بيننا خالص، يعني ولا أنا أعرفها ولا هي تعرفني. ده بالعكس، كل ما تشوف وشي تجري من قدامي ومخبيه وشها بالنقاب 24 ساعة. وبعدين بصراحة أنا بحب واحدة تانية وكنت عايزة أفتح حضرتك في الموضوع ده، بس أنت اللي سبقتني. هي كلمة مش هتنيها، انت مش هتتجوز غير هي بس حور بنت عمك، واطمن دي زي القمر يعني مش وحشة. وبعدين اللي عارفه ان انت عاقل، يعني مش بتحكم بالشكل. يا عز دي امانة في رقبتك لازم تصونها. وبالنسبة بقى اللي انت بتحبها فانا عارفها كويس قوي، وعارف هي بنت مين، وعارف اصلها وفصلها. البنت دي مش من طبنا وما تنفعكش. وهتفتكر بقى ان انا قاعد كده ومش عارف اللي بيحصل حواليا. لا انا عارف كل حاجة يا عز، واعمل حسابك ان يوم الخميس كاتب كتابك ودخلتك على حور. عز خرج من المكتب وهو متنرفز جدا ومش شايف قدامه من كتر الغضب والغيظ انه هينجبر على الجواز من حور. فوق في غرفة حور كانت قاعدة مع أخت عز رانيا. أنا متأكدة من اللي أنا بقوله لك يا حور، أنا كنت معدية من قدام المكتب وسمعت بابا وهو بيقول لعز إن يوم الخميس كاتب كتابه عليكي وفرحكم. بالراحة عليا بس يا رانيا، أصلك من ساعة ما قلتي لي كده وأنا قلبي عمال يدق وجسمي سايب. هو أنت متأكدة إن أنت سمعتي كده؟ يعني أنا هتجوز عز؟ أنا مش مصدقة يا رانيا. لا يا ستي صدقي، هتبقي حرام عز الخميس الجاي. اظن انتي ما كنتش عايزه اكتر من كده، وده حب عمرك وحب الطفوله. مبروك يا قلبي، الف مبروك. احنا لازم بقى نجهز اللبس من دلوقتي. طب مش تستني الاول لما عمي يقول لي، يعني يفتحني في الموضوع، وبعد كده نبقى نشوف موضوع اللبس ده واللي انتي عايزاه كله. فاضيه يا حور؟ عايزه اكلمك شويه يا بنتي، ولا بتعملي حاجه؟ لو البت رانيا دي شغلاكي عني عادي اجيلك فوق التاني. لا يا عمي انا فاضيه اهو تحت امرك. رانيا اصلا كانت هتخرج دلوقتي، هي عايزه تخرج صح يا رانيا؟ مش انتي كنتي لسه ماشيه؟ ماشي يا ستي انا خارجه اهو، اما نشوف اخرتها معاكي يا ست حور. رانيا خرجت بره وابو عز قاعد جنب حور على السرير. انتي طبعا عارفه ان انتي زي بنتي رانيا بالظبط، وبحبك قد ايه، ومن يوم الحادثه وانتي مسؤوليتي انا. طبعا يا عمي انا عارفه الكلام ده كويس قوي، حضرتك عودتني عن فراق بابا وعمرك ما حسستني ان انا يتيمه ابدا. ربنا يديمك ليا يا رب. ويديمك ليا اجمل حور. انا بقى يا ستي جاي عشان ابلغك خبر، ما اعرفش هيكون حلو ولا وحش، الله اعلم بقى. بس بصراحه كده انتي كاتبه كتابك على عز الخميس الجاي وكمان الفرح، وتاكدي ان انا عملت كده عشان اطمن عليكي مع انسان يصونك ويحافظ عليكي وما يبهدلكيش يا بنتي بعد وفاتي. ربنا يخليك ليا يا عمو، ما تقولش كده عشان خاطري، بلاش الكلام ده. بس هو يعني الخميس الجاي ده كده بسرعه قوي، معقوله هلحق اجهز نفسي؟ كل حاجه جاهزه، هتاخدي رانيا وهتروحوا تجيبوا الفستان بتاع الفرح وكل اللي انت محتاجاه هاتوه. مبروك يا بنتي، ربنا يسعدك يا بنتي ويفرح قلبك يا رب. الله يبارك فيك يا عمي، ما تحرمش منك ابدا يا عمي، يا رب يحفظك ليا دايما. عدوا يومين ورانيا وحور راحوا يختاروا الفستان، وفعلا جابوا فستان فرح رقيق وعليه نقاب ابيض. وفي غرفه حور كانت بتقيس الفستان. رانيا ايه رايك في الفستان عليا؟ حلو؟ تفتكري هيعجب عز؟ عارفه انا خايفه قوي، انا عمري ما حاولت احتك بيه ولا اكلمه، انا كنت بحبه من بعيد لبعيد، ما اعرفش ليه انا قلبي مقبو كده. ما تخافيش يا قلبي، الفستان روعه وانتي طالعه زي الحوريه، واخويا طيب ومحترم وعمره ما زعل حد، ما تقلقيش كده وافرحي بقى. وفي الكافيه كان عايز قاعد مع البنت اللي بيحبها واسمها سهى. يا سهى ارجوكي حاولي تفهمي، الجوازه دي غصب عني، بابا مصمم عليها، انتي عارفه انا بحبك قد ايه. عايزني اعمل ايه يعني يا استاذ عز؟ اقول لك الف مبروك على جوازه من بنت عمك، ولا اجي احييك في الفرح، ولا ارقص لك؟ ده انت جاي تقول لي ان انت هتتجوز غيري. انا عارف انه صعب عليكي، بس انا بحاول افهمك ان الجواز ده هيكون على ورق، يعني انا مش هلمسها ولا هتعامل معاها، هي فتره جواز بس مش اكتر. يعني هتيجي لبابا امتى؟ هتتقدم لي امتى عشان اتجوز؟ ولا استنى كتير بقى يا عز وهتتلاقي بالعروسه؟ عروسه ايه بس؟ ده انا حتى ما شفتهاش خالص لحد دلوقتي، وحاطه نقاب على وشها على طول. وبعدين هي تيجي في جمالك ايه ولا حتى رقتك؟ ما تقلقيش يا قلبي، انا معاكي انت وبس. يعني مش هتضعف قدامها ولا هتقرب لها وهتخوني معاها وشهر بالكتير وتطلقها وتيجي تقابل بابا عشان نتجوز يا روحي؟ هما 3 شهور عشان بس دي مهما كانت بنت عمي برضو، والناس بقى هتقول عليها ايه لو انا طلقتها على طول؟ استحملي يا روحي، هيعدوا على طول ما تقلقيش، وبعدها هنبقى مع بعض على طول ونتجوز بقى. ويوم الفرح عز كان واقف قدام المرايه، كان بيلبس وبيجهز نفسه، ودخل عليه ابوه. الف مبروك يا ابني، اخيرا شفتك عريس قد الدنيا. انا يا ابني مش عايزك تزعل مني ان انا جوزتك حور، طب والله تدعي لي بعدين على الجوازه دي وهتشوف وهتعرف ان حور دي ست البنات كلها، اوعى تزعلها ولا تيجي عليها، دي يتيمه يا ابني وامانه في رقبتي. اطمن يا بابا، انا عمري ما هاجي على واحده ست، المشكله بس ان انا ما اعرفهاش ولا حتى كلمتها قبل كده، يعني انا مش بكرهها ولا بحبها، بس انا بعمل كده عشان بلبي رغبتك بس يا بابا. بس خليك عارف ان انا لو ما ارتحتش معاها كل واحد هيروح لحاله زي ما قلت لك قبل كده، وانا موافق يا ابني، وانا واثق ومتاكد ان انت هتحبها، انا واثق في حور. مبروك يا حبيبي، الف مبروك.
في غرفة حور وهي بتجهز نفسها ومعاها رانيا. اللهم صل على النبي، زي القمر يا حور، الفستان زي ما يكون كده متفصل عليكي، ده انتي قمر، حتى النقاب عليه ما شاء الله عليكي قمر. انا مش عارفه انا متوتره وخايفه كده ليه، قلبي مقبوض، ما اعرفش في ايه. ده حتى خلال الاسبوع ما حاولش يكلمني ولا يبص في وشي حتى، ما اعرفش ليه حاسه مش مبسوط. يا بنتي انتي بس بيتهيألك، اكيد يعني هو مبسوط. ايه اللي يخليه مش مبسوط؟ ده هيتجوز اجمل واحده في العيله كلها. انا مش عايزاكي تفكري في اي حاجه، عايزاكي بس الليله دي تفكري ان انتي عروسه ولازم تفرحي. انا كان نفسي قوي ماما وبابا يكونوا معايا في يوم زي ده، كان نفسي ماما هي اللي تلبسني فستان فرح بايديها وتزوقني، كان نفسي بابا يدخل عليا ويبوسني من جبيني ويقول لي انتي اجمل عروسه في الدنيا. وحشوني قوي يا رانيا. يا حبيبتي الله يرحمهم، هما في مكان احسن واكيد شايفينك دلوقتي وفرحانين بيكي. اهم حاجه دلوقتي ما تنكديش على نفسك وافرحي بقى، دي الليله ليلتك يا عروسه، انا هقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتك. وبعد شويه كانت حور في اوضه عز وقاعده على السرير ومنزله نقاب وعماله تفرك في ايديها متوتره جدا. ودخل عز. اسمعي بقى اسمك انتي بنت عمي، لكن ما فيش بينا احتكاك خالص، ولا اعرفك ولا حتى اعرف شكلك من ايام ما كنت لسه طفله صغيره. الجوازه دي غصب عني بسبب عمك اللي عايز يطمن عليكي معايا، واكيد يعني ان تحت النقاب ده في وش بشع. ده انا حتى مش فاكر ملامحك لما كنتي صغيره، شفتك كم مره بس، وطبعا مش هفتكر. وبعدين عمي خدك وسافر وما رجعتوش غير وانتي منقبه، يعني اكيد يعني مش هتداري حلاوتك، هتداري بس وشك البشع. انا بقى مش عايزك ترفعي النقاب خالص، ولا عايزه اشوف وشك. كلها 3 شهور وهنطلق، عشان انا عايزه اتجوز سهى، الانسانه اللي انا بحبها وبتحبني. فاهمه ولا مش فاهمه اسمك انتي؟ حور هزت راسها وكانت دموعها نازله من تحت النقاب وهي سامعه كلامه القاسي. بعد كده هو سابها وخرج، وقفت قدام المرايه وكلمت نفسها. ورحمة ابويا وامي لا دفعك تمن كسرة قلبي الليله دي، هدفعه لك غالي قوي، وهخليك انت اللي تتمنى انك تشوف وشي وتتمنى ان انا ابص لك ولا اعبرك. انا اتعامل معايا كده ليه؟ حور دخلت الحمام، اخدت شاور ولبست بيجامه كانت شيك جدا، وفردت شعرها وقعدت على السرير، مسكت كتاب بتقرا فيه. عايزه دخل عليها وكانت مديه ظهرها. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ هو انا مش قلت لك ما تقلعيش نقاب؟ بقول لك مش عايزه اشوف وشك ولا المح حاجه فيكي. انت مش بتفهمي؟ ليه بقى مش بتسمعي الكلام؟ حور لفت وشها ليه وهو اتصدم. والله الاوضه دي بقت اوضتي زي ما هي اوضتك بالظبط، ومش لازم تقيد حريتي فيها وافضل بقى لابسه النقاب على طول. انت مش عايز تشوف وشي؟ انت حر، سيب الاوضه وشوف لك مكان تاني، ما تقعدش معايا فيها. ايه ده؟ انت مين؟ ايه الجمال ده؟ هو انت حور بنت عمي؟ انا مش مصدق نفسي، ده انت شبه الحريات. انت كنت بتقولي ايه؟ انا اصلا مش مركز، عادي كده تاني. هو انا كنت بتكلم انجليش ولا ايه؟ ايوه انا حور بنت عمك، وعلى فكره بقى زي ما انت متجوزني غصب عنك وعمي هو اللي غصب عليك، برضه عمي غصب عليا. انا لا بحبك ولا نيله، مش واقعه فيك يعني عشان اتجوزك، وكل كلمه انت قلتها انا هنفذها. هما 3 شهور وهنتطلق عشان انا بقى اشوف حياتي وانت تشوف حياتك وتتجوز سوا حبيبتك، يعني مش عايزه اي احتكاك بينا خالص، مفهوم؟ انا عارف يا حور يعني ان انا اتسرعت وجرحتك يعني في ليله زي دي، انا بس ما حبيتش ابدا حياتي معاكي بغش، وكان لازم اصارحك بكل حاجه في قلبي، بس يمكن يعني انا كنت قاسي شويه. ماشي، انا عندي كلامي وهننفذ الاتفاق اللي بينا، بس لازم نمثل ان انا وانتي مبسوطين مع بعض قدام بابا. انت عارفه ان هو تعبان وانتي ما يرضيكيش يعني ان هو يتعب اكتر، صح ولا ايه؟ طبعا انا مش عايزه عمي يتعب، ده زي ابويا بالظبط. ماشي موافقه، هنمثل بس قدام عمي خلال ال3 شهور ان احنا مبسوطين مع بعض، لكن اوعى تنسى اتفاقك. يلا تصبح على خير. عز كان بيقول لنفسه يا سنه بيضه يا جدعان، ده البنت طلعت زي القمر، انا عمري ما شفت جمال وبراءه زي كده، يعني كان لازم يعني تسحب من لساني وارسلها كلام اللي زي السم ده ورا بعضه قبل ما اشوف شكلها. بس لا يا عز، خليك فاكر ان انت بتحب سهى، ما تخالفش وعدك معاها، الراجل لازم يبقى قد كلامه. اتفضل بقى اتخمد في اي مصيبه تشيلك، انا غلطان. تاني يوم عز خرج ورانيا دخلت عشان تطمن على حور. صباحيا مباركه يا قلبي، اجمل عروسه يا ناس في الدنيا. احكي لي بقى الواد عز ده عمل معاكي ايه اول ما شافك؟ احكي لي كل حاجه، احكي لي ايه اللي حصل. مش عايزني يا رانيا، اخوكي مش عايزني، قال لي كلام زي السم، اني لابسه نقاب عشان انا بشعه ومش حلوه، وان هو مش بيحبني وبيحب واحده تانية اسمها سهى وعايز يتجوزها، وان احنا نتطلق بعد 3 شهور. كسر قلبي قوي يا رانيا، وحياه كسرة قلبي دي هدفعه تمن غالي قوي. نعم؟ بتقولي ايه؟ انا مش مصدقه، مش قادره اصدق ان اخويا ممكن يكسر قلب حد. طب انتي عملتي ايه؟ رديتي قلتي ايه؟ انا لسه ما عملتش حاجه، بس انا هعمل كتير قوي. لازم اخليه يترجاني عشان ما نتطلقش، وهصمم برضه ان احنا نتطلق بعد كسرة قلبي اللي كسرها لي دي. مستحيل اقعد معاه تاني، حبه في قلبي خلاص راح. انت كدابه يا حور، انت مش هتقدري تكرهيه، ممكن تندميه تخليه يندم على اللي هو عمله، بس هو برضه معذور، ما شافكيش ولا مره من ايام ما كنتي صغيره، ما فيش تعامل ما بينكم، ما فيش اي احتكاك، انت عمرك ما كلمتيه ولا حتى قربتي منه. يعني عايزاني بعد ما جرحني وقال لي اللي قاله ده اعمل ايه يعني؟ ملعون ابو الحب يا ستي، انا لا يمكن اعرف اسامحه، انا اصلا خلاص بقيت بكرهه. يا سلام،
يعني انت هتسيبيه للبنت اللي هو بيقول عليها دي اللي اسمها سهى دي؟ يا بت ده حب الطفوله، ما تسيبهاش تغلبك، اتمسكي حر بحبك. عايز يستاهل ان انت تمسكي بيه، خليه يحبك لان انت اللي تستاهلي انه يحبك مش هي. يعني تفتكري علمه الادب الاول وبعد كده سامحه؟ قلبي وجعني قوي يا رانيا، ده جرحني قوي، وفي اكتر ليله اي بنت تتمناها ان هي تفرح فيها، بس هو بقى عمل عكس كل ده، كسر قلبي وجرحني. حقك عليا يا قلبي، علميه الادب وندميه، بس اوعي تسيبيه، ده اخويا وانا عارفاه طيب وغلبان وحنين جدا، واكيد البنت اللي اسمها سهى دي ضحك عليه. هو نزلت تحت لعمها وكانوا كلهم قاعدين على السفره، كانوا هياكلوا وعز قاعد جنب حور وعينه مش بتشاله من عليها. على فكره يا عز، انا حجزت لكم تذكرتين عشان تسافروا بقى تقضوا شهر العسل، هدايه جوازكم، عايزكم تبسطوا يا عيال وتقضوا شهر حلو تفتكروا العمر كله. بس انا يا عمي مش عايزه اسيبك، ملهاش لازمه يعني ان احنا نسافر او نروح في اي حته، احنا هنا كويسين قوي. لا طبعا، دي هديه فرحكم، ولا انت بقى عايزه تزعليني؟ انا عايزكم تسافروا وتفرحوا وتقضوا شهر حلو كده، مش عايز نقاش، تمام؟ بس الشغل يا بابا، يعني اسيبوا شهر لمين؟ ما ينفعش اسيبه المده دي كلها، مين هيباشر الشغل ومين هياخد باله منه؟ هو في ايه؟ هو انا ولد مش مانعينك ولا ايه؟ انا اللي اشوف الشغل وانا اللي اخد بالي من كل حاجه، مالكش دعوه باي حاجه خالص، اهم حاجه انكم تفرحوا وتاخد بالك من حور، حطها في عينك، اوعى تزعلها. هو انا اقدر ازعلها برضه يا بابا؟ دي حور دي في عيوني الاتنين. خلاص يا بابا نسافر وننفذ امرك، انا اصلا ما اقدرش اكسر لك كلمه. وخلص اليوم، عز وحور دخلوا اوضتهم. انت بتعمل ايه يا عز؟ هو انت هتنام هنا ولا ايه؟ يلا يلا اتفضل نام على الكنبه اللي هناك دي، لاني مش بحب حد ينام جنبي على السرير. طب بقول لك ايه، ينفع تقول لي عز كمان مره؟ اصل انت لما بتقوليها بتبقى ليها احساس تاني، قولي مره كمان عز عشان خاطري. نعم، انا بقول لك ايه وانت بتقول ايه؟ وبعدين اقول لك عز كمان مره ازاي يعني؟ هو انا اغنيها؟ بقول لك يلا اتفضل نام على الكنبه، كلامي واضح، انا مش فاهمه يعني، كل ما بكلمك بتغير الكلام وتغير اصلا الموضوع. والله دي الاوضه بتاعتي وده سريري، وتبقى عيبه قوي في حقي يعني ان مراتي تنام على السرير وانا انام على الكنبه، الناس تقول عليا ايه؟ ما ينفعش. يا سلام، وعلاقه الناس بالموضوع يعني؟ وبعد ما ينفعش تنام معايا على السرير؟ هو احنا مش قلنا ان الجواز على ورق وبس؟ حور، هو انت ليه لابسه النقاب؟ احنا دخلنا الاوضه يعني خلاص، تقدري بقى ترفعي النقاب، مش لازم يعني تفضلي لابساه. ايه ده، هو انت بتنسى بسرعه ولا ايه؟ هو مش انت اللي قلت لي مش عايزه اشوف وشك ولا تقلعي النقاب طول ما انا موجود؟ هو انت نسيت كلامك ولا ايه؟ وانا واجب عليا ان انا اسمع كلام جوزي، انا لابسه النقاب يعني بنفذ رغبتك. لا انسي كلامي خالص، انا عايز طول ما انا موجود ما تحطيش النقاب خالص على وشك، مش عايز اي حاجه تداري وشك عني. ومش انت بقى واجب عليكي تسمعي كلام جوزك؟ اهو جوزك بيقولك بنفسه ما تلبسيش النقاب قدامي تاني، يعني عشان لو بابا جه ولا حاجه مره واحده ما يلاقيكش بقى لابسه رسمي كده يشك في حاجه. مش قلنا ان احنا نتعامل قدامه ان احنا متجوزين ومبسوطين؟ ولا انت نسيتي؟ يلا حضري بقى الشنط عشان الصبح هنسافر، وعلى فكره انا هنام على السرير وانت هتنامي على السرير جنبي، مش عايز بقى اعتراض ولا اي كلام كتير. ازاي يعني مش عايزه اعتراض؟ انا مستحيل انام جنبك على السرير، مش هيحصل، مش بحب حد ينام جنبي على السرير، مش عارفه انام. لا بقول لك ايه، انت لسه بقى ما تعرفنيش كويس، انا مش بحب اي كلام مرتين، الكلمه اللي اقولها تسمع، انا قلت هتنامي على السرير يعني هتنامي على السرير، هو انا كمان انام على السرير، يلا بينا. يا سلام، هو انا بقى ان شاء الله ايه اللي هيخليني اسمع كلامك؟ ايه هخاف منك مثلا؟ مش هنام على السرير، واللي عندك اعمله بقى. اصل انت مش فاهمه، انا قعدت مع نفسي كده وافتكرت ايامنا مع بعض لما كنا صغيرين، افتكرت بقى ان انت بتحبي حاجه حلوه قوي، جبت لك هديه يعني عشان ما جبتلكيش هديه الجواز. وطلع من جيبه علبه صغيره وفيها صرصار. ايه ده؟ صرصار؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ابعدوا عني بسرعه، ابعد البتاع ده، لا يمكن يفضل في الاوضه، ما انت عارف ان انا بخاف منه. عايز احنا نستهبل ولا ايه؟ دي اكتر حاجه بخاف منها الصراصير، ابعدوا عني لو سمحت، انا اسفه، ما تسيبوش في الاوضه هنا. ما انت لو ما سمعتش الكلام وطلعتي نمتي على السرير هطلعه من العلبه، مش هسيبه في العلبه، خليه هو اللي ينام جنبك على السرير، فانت لازم بقى تختاري، يا انا يا هو اللي ينام على السرير جنبك، ها ايه رايك؟ لا ابعدوا عني لو سمحت، ابعدوا، انا بخاف منه قوي، ازاي يعني هينام على السرير جنبي؟ حرام عليك يا عز، هو في صرصار بينام على السرير؟ احنا نستهبل، ارمي البتاع ده بره لو سمحت يا عز، وبطل هزار، لان بصراحه هزارك تقيل قوي. لا انا مش بهزر، اول حاجه تقلعي النقاب وما اشوفش النقاب عليكي طول ما احنا لوحدنا، تاني حاجه اطلعي على السرير عشان ننام احنا الاثنين لان انا تعبان جدا، يلا. وحور من خوفها من الصرصار قلعت النقاب وطلعت على السرير ونفذت الكلام كله. وبعد اسبوع في الفندق اللي ابو عز حجزه لهم كانت حور في الاوضه وعز بيحضر نفسه عشان ينزل. مش ناويه برضو تنزلي معايا؟ على فكره بقى انا عامل لك بروجرام هايل هفسحك في كل مكان، ايه رايك؟ لا شكرا، انا مش عايزه اخرج ولا اتفسح، مش بحب احتك بحد، وخليك فاكر بقى اتفقنا يعني التعامل بتاعنا هيبقى بالحدود عشان في اقرب وقت هنتطلق ونشوف حياتنا.
هو انت ليه كل شويه تفكريني؟ على فكره بقى، طلاق مش هطلق، وخليها في دماغك بقى يا حور، انت مش هتبقي مرات حد غيري، ولو الاوضه عجباكي قوي كده خليكي قاعده فيها. انا شخصيا ما عنديش اي استعداد ان انا اضيع شهر العسل من غير ما اتفسح وافضي دماغي شويه، وانت حره. خليكي انت بقى في الاوضه، واعتبري الاتفاق اللي كل شويه تفكريني بيه اتلغى. سلام. وفعلا نزل ورجع بعد شويه. حور في الوقت ده كانت خارجه من الحمام وشعرها بينقط ميه. يا بوي، هو انت ايه ناويه بقى جننيني؟ هو انت جنسك ايه؟ انت بتحلوي كل دقيقه، ده كل دقيقه بتعدي عليكي بتبقي احلى من قبلها. جننتيني يا حور. مش ناويه بقى تحني عليا ولا ايه؟ لا مش ناويه، ولو سمحت بقى ابعد عني. انا اصلا مش قادره خالص انسى كلامك ولا كسرتك ليا يوم فرحي. الكلام اللي انت قلته كان كبير بالنسبه لي، مش هعرف انساه. من فضلك ما تقربش مني تاني. حور انا ندمان، صدقني ندمت. انت ليه مش عايزه تنسي كلام طلع وقت غلط، وقت عصبيه؟ سميه زي ما تسميه، اهم حاجه تسامحيني. مش عارفه اسامحك يا عز، لو سمحت خليك في حالك وسيبني انا في حالي لحد ما الايام اللي بينا تعدي ونرجع بعد يومين. وعلى فكره انا زهقت، انا بقالي اكتر من اسبوع في الفندق وفي الاوضه، لا بخرج ولا بروح في حته، وانت اللي بتخرج تتفسح. سيبني بقى اخرج انا كمان يا اخي. الله، وانا ما منعتش ان انت تخرجي، انا بتحايل عليكي تخرجي معايا وافسحك واخرجك، وانت اللي مش عايزه. انت بقى لو عايزه تخرجي لوحدك فما ينفعش نكون في شهر العسل وتخرجي لوحدك. هو انا اخرج لوحدي ازاي الكلام ده؟ انا مش عايزه اخرج معاك، احنا جوازنا على ورقه بس. هو انت فاكرنا جايين نقضي شهر العسل بجد ولا ايه؟ انا وافقت بس وجيت عشان خاطر عم ما يتعبش، لكن غير كده لا. عز كان لسه هيتكلم لقى الموبايل بتاعه بيرن، واللي كانت على التليفون سهى. الو، ايوه يا سهى. هو احنا مش قلنا مفيش اتصال ولا حتى كلام؟ انت ايه؟ ليه ما بتسمعيش الكلام؟ ليه بتتصلي بيا دلوقتي؟ عايزه ايه؟ هو انت بتكلمني كده ليه يا عز؟ وبعدين انت من ساعه ما اتجوزت اتغيرت قوي معايا. ايه هي المدام غيرتك قوي كده ولا ايه؟ هو انت نسيت وعدك ليا ولا خلاص حورهانه مخليتك تكرهني؟ انا تحت عز في الفندق، انزل عشان عايزه اشوفك. اولا مالكش دعوه بيها، وما تجيب سيرتها على لسانك. وايه اللي جابك تحت؟ خليكي تحت، انا شويه هجيلك. سلام. حور انا عايزه اتكلم معاك شويه. نعم في ايه؟ اتفضل. انا يمكن في الاول ما كنتش اعرفك وما شفتكيش من زمان، لكن لما شفتك وشفت جمالك وشفت البراءه اللي فيكي اتاكدت ان انا ما كنتش بحب سهى ولا اي حاجه، وندمت على اللي انا قلته لك وفرحنا. ندمت ان انا ما اديتش لنفسي فرصه ان انا حتى اعرفك او اشوفك واعرف انت قد ايه بريه زي الاطفال. انا عايزك تسامحيني وعايزك تعرفي ان انا بحبك، وموضوع سهى ده انا هنزل اخلصه، وعلى ما اخلص معاها بقى عايزك كده تفكري تدي فرصه جديده لحياتنا. عز نزل من غير ما يستنى ردها، وحور بتقول نفسها بيحبني؟ معقول ندم؟ ومعقول انا هقدر اسامحه على كسرة قلبي يوم فرحي؟ بس ليه ما سامحوش؟ ده ربنا بيسامح وهو ندم. انا هديله فرصه وهدي لحياتنا فرصه. وتحت عند عز، انا نفسي اعرف انت ليه متغير معايا كده؟ يعني اسبوعين بس تتجوز فيهم تبعد عني كده وتنساني؟ هو ده كلامنا واتفقنا؟ هو ده اللي عمري ما هنساكي وعمرها ما تغيرني من ناحيتك؟ بقولك ايه يا سهى، انا عارف وانت عارفه كويس قوي انت بتحبيني على ايه. انت كل يومك الفلوس وبس. وعلى فكره كلامك انت وابوكي واصل لحد عندي، ولو فاكره بقى ان انا اهبل ومش عارف ان ابوكي هو اللي زقك عليا عشان الشغل اللي بينا تبقى انت هبله، روحي لابوكي وابعدي عني خالص. على فكره حبيب القلب يا حلوه، اللي انت بقى كنت بتروحي له بيته يبقى واحد من رجالتي. سلام يا قطه، غوري في 60,000 داهيه. إيه انت ايه اللي بتقوله ده يا عز؟ انت جبت الكلام ده كله منين؟ انا بابا ما زقنيش عليك ولا اي حاجه، ما فيش اي حاجه من اللي انت بتقولها دي. ومين حبيب القلب اللي انت بتقول عليه ده؟ انا ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه. انا مش عايز استهبال، يلا اختفي من وشي. اسم مراتي ما يجيش على لسانك مره تانية. قولي لابوكي بقى عز بيقول لك لو ما بعدش عن طريقه هيمسحك من على وش الدنيا، تمام؟ سو فعلا مشيت، وعز طلع الحمور لقاها لابسه وعامله ميك اب. هو انا دخلت الجنه ولا ايه؟ هو ايه الجمال ده؟ ايه يا حور ده؟ تقبلي بقى تبقي مراتي قولا وفعلا؟ حور هزت دماغها علامه انها موافقه، وعاشوا مع بعض حياه كلها سعاده وفرح. ولحد هنا خلصت القصه خالص. القصة دي للكاتبة المبدعة نانسي الجمال، ويلا بينا نبدأ قصتنا. بتبدأ الحكاية في بيت متوسط كانت قاعدة فيه بطلتنا لارا، وهي قاعدة في أوضتها. لارا كانت بتبص لصورة مامتها بدموع. ربنا يرحمك يا ماما، طول عمرك كنتي معززاني ومحافظة عليا، ربنا يرحمك. عمري ما اتبهدلت وانتي عايشة، لكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله. اتفتح الباب ودخلت مرات ابوها يسر. ايه يا ست لارا، هتقعدي طول اليوم ماسكه يعني صوره امك كده تشتكي لها؟ قومي يا اختي، الميت مش بياكل الحي. انزلي عشان تجيبي الفطار قبل ما ابوكي يصحى، يلا. حاضر يا مرات ابويا، قايمه اهو، بس يا رب بقى تتعلمي تخبطي على الباب قبل ما تدخلي كده. ليه يا اختي؟ بتعملي حاجه وخايفه حد يشوفك؟ اتعدلي يا بت وما تتكلميش معايا كده، بدل ما اقول لابوكي ويعرف ليه بقى بنته عايزه الكل يستاذن قبل ما يدخل اوضتها. يا لوم يا بت. خرجت يسر بره، ولارا قامت تلبس وخرجت، لقيت ندى بنت مرات ابوها قاعده على الكنبه وبتحط مانيكير.
هاتي لي وانتي تحت الهدوم من عند المكواجي. بس انا لو رحت المكواجي هتاخر كده على فطار ابويا. لا يا اختي، لو اتحركتي دلوقتي وبطلتي كلام هتلحقي الاتنين. ولا انتي بقى عايزه بنتي تعيد كلامها كتير؟ لا يا مرات ابويا مش عايزه، انا هنزل اهو، لكن لو اتاخرت على ابويا مش هيبقى بقى بسببي. ها انزلي يا بت وما تهددنيش عشان ما اوريكيش بقى العين الحمراء. لورا نزلت وهي ساكته وراحت تشتري فطار، وبعدين راحت المكواجي. في الوقت ده كان طه ابن المعلم بشير كبير المنطقه شايفها وبيراقبها، وبسرعه راح وراها عند المكواجي. صباح الخير يا بشير. صباح الخير يا ست بنات. صباح الخير يا معلم طه. معلم ايه بس يا ست البنات؟ قلت لك تعالى على طول، ده احنا حتى ولاد حته واحده ونعرف بعض من زمان قوي. برضه يا معلم المقامات محفوظه. خلص يا بشير، هات الهدوم يلا قبل ما ابويا يصحى. انا يا ست لورا لو اعرف بس انت ليه بتيجي تاخدي هدومها هي، ما تيجي تاخدها بنفسها او تبعت لي وانا اجيبهم. ما تركزش يا بشير، هو انا يعني في ايدي حاجه غير كده؟ اهو الحمد لله، وبعدين ما تاخرنيش بقى. لا طبعا اخرك ايه بس، اي الحاجه اهي اتفضلي. تسلم ايدك يا بشير، عن اذنك. وبعدها مشيت وفضلت مراقبها. معلم طه، معلم طه، بقالي ساعه بكلمك، عقلك فين؟ ها مفيش يا بشير، في حاجه ولا ايه؟ لا بسالك، اللي جابك لا مؤاخذه يعني معاك هدوم وعايزه تكوي؟ ها لا انا قلت اجي يعني اصبح عليك، يلا سلام. مشي طه وابتسم بشير. او تسلم عليا؟ ده انا بقالي ساعه قدامك وانت ولا جيت لي، بس السلامات يا ناسها. لارا طلعت البيت وكان ابوها متضايق. لارا اتاخرتي ليه؟ بقالي ساعه مستني فطار. المكواجي برضه رحتي جبتيها انت يا بنتي؟ مفيش فايده فيكي. هو انا مش قلتلك مش عايزه المكوى دلوقتي والحقي افطر ابوكي بسرعه؟ مش معقوله يعني كل حاجه كده مش هماكي؟ ده ربنا يعينك عليها يا حاج بصراحه. هي كده دماغها مش فيها وعناديه، مش بيعجبها كلام حد. المهم تعمل اللي على كيفها لحد ما تشلني. المهم اعملي فطار وسيبك منها، انت ربنا رزقك بندى وعقلها. سيبي لي انا هم لارا. اتملت عينها بالدموع وفضلت ساكته، وبسرعه دخلت اوضتها وما افترتش معاهم. بعد يومين كان المعلم قاعد جنب طه ابنه، وطه شاف لارا وهي رايحه المكواجي وقف بسرعه. عن اذنك يا بابا، هروح اتكلم مع الواد بشير كده، في حاجه ماما عايزه اقولها له جاي. استنى عندك يا واد انت، وارجع مكانك اقعد. ليه بس يابا؟ ده انا عايزه في موضوع مهم. ويا ترى باقي المواضيع المهمه دي كلها مش بشوفها يعني بتتفتح غير لما لارا بنت حسن تبقى عنده؟ لارا بنت حسن؟ هي بنته اسمها لارا؟ اول مره اعرف. وبعدين يعني شوف الواد هيكدب عليا يعني عينك كده وبجاح. ها ما تظبط ياض واتكلم عادل كده مع ابوك، ده انا معلم بشاير على سن ورمح. يو يابا بقى، طب عايزه مني دلوقتي؟ عايز اسهل عليك همك بدل ما انت بتجري وراه كده عند بشير عشان تتكلم كلمتين. ايه رايك نروح نخطبها لك او تتكلم براحتك؟ تتكلم جد يابا؟ اخطبها؟ امال اهزر معاك يا واد ولا انت بقى عارف حاجه عنها ومش عايز تخطبها؟ لا والله يا حاج، البت يشهد ربنا اخلاقها ما فيش زيها ومش بتزود حرف عن السلام. ده اللي يتكلم عليها قاطع لسانه. لا راجل يا واد، يبقى على خير، انا هكلم ابوها واقول له ان احنا هنروح لهم النهارده. ربنا يخليك ليا يا سيدي المعلمين. وفي بيت حسن كانوا بيتغدوا. عايزك تظبطي البيت بسرعه يا يسر وتعملي عصير حلو كده عشان معلم بشاير وطه ابنه جايين لي بالليل. خير يا حاج، جايين ليه يا سي حسن؟ معرفش، بس هو قال لي انهم جايين في زياره خير ناحيه واحده من بناتي، وربنا يقدم اللي فيه الخير. يسر بصت لندى وابتسمت. يا الف نهار ابيض، دول ينورونا ويأنسونا. طبعا البنات اخلاق والف مين يتمناهم. وبعد الاكل دخلت يسرا على اوضه ندى. لسه كنت جايه اقول لك تجهزي نفسك كده وظبطي نفسك يا بيت. طبعا يا ماما، انت عارفه لو فعلا ابن المعلم طلبني ده احنا هنتنقل خالص. امال ما انت طالعه حلوه لامك يا بيت. بس انا خايفه من بنت سوسه اللي اسمها لورا دي، ما ينفعش تطلع ياما. طبعا عمري ما هخليها تطلع ولا تلهف العريس القبها ده بعينيها هي امها الميته. يلا بس انت خلصي نفسك. طياره هي ماما طياره. وراحت يسرا اوضه لورا ولقيتها قاعده. مالك يا بنت قاعده كده ليه؟ امال اقعد ازاي مرات ابويا؟ ايوه يا اختي استهبالي. بصي يا بنت انت مش عايزه المح خيالك بره لما الناس يجوا، سامعه؟ وانا ليه اصلا هطلع من غير اذن ابويا؟ ايوه يا اختي تسوكي ومثلي على اساس ان انا هصدقك يعني. بس اهو اديني حذرتك. يسرا خرجت واتنهدت لورا. ربنا يهديكي يا مرات ابويا، الفلوس بتهبلك، وبعدين هو انا هيجي لي هرسان طول ما خير ابويا كله رايح على بنتك وانا يا دوب كام هدمه. وبالليل وصلتها وبشاير. يا الف اهلا وسهلا، نورتونا والله وشرفتونا يا معلم. يا الف اهلا وسهلا، اتفضلوا يا جماعه على عشاء يسر. حالا يا معلم اكون عاملاه. يسر دخلت المطبخ تعمل الشاي بسرعه.
وبره. نورتونا يا معلم بشاير، نورت يا طه يا ابني. بص يا معلم حسن، انا مش هطول عليك في كلام، انا سبق ولمحت لك انا جاي لك ليه. الموضوع ما فيه ان ابني طه خلاص جه وقت بقى جوازه، وما فيش احسن ولا انسب منكم في التربيه والاخلاق، عشان كده انا قلت اناسبك انت. ده شرف ليا يا معلم بشاير، وبعدين طه ابننا وعارفينه من زمان، راجل واخلاق وتربيه تمت على ايدينا. عليك نور، وما فيش احسن بقى من ان يبقى زيتنا في ايدينا. ده يبقى الف نهار مبروك لما نناسبك يا معلم بشاير، ولا عمرنا نعز بنتنا عنكم ابدا. ربنا يخليك يا حاجه. المهم انا جاي اطلب ايد بنتك ست العرايس والبنات كلهم اللي اسمها لارا لابني طه، والاتنين متربيين سوا وما فيش احسن من كده. نعم، مين لارا؟ هي مالك يا حاجه، اتصدمتي كده ليه؟ لا ابدا، الف مبروك. الله يبارك فيك يا ست يسر. المهم يا معلم حسن، رايك ايه؟ موافق طبعا، هو في راي غير كده؟ ده طه متربي على ايدينا. طيب على خيرة الله، انت بقى خد راي عروستنا، ولو هي موافقه بلغني، وعلى بركه الله نجي لكم نقرا فاتحه. خلاص يا معلم، هرد عليك بكره باذن الله. خدوا وقتكم، يلا عن اذنكم. وفعلا نزلوا، وبعدها خرجوا البنات. هي يا بابا جايين ليه؟ المعلم بشاير طلبك لطه ابنه يا بنت يا لارا. ندى بصت لهم بصدمه وكانت متضايقه قوي. ايه طلبني انا؟ غريبه. غريبه ليه؟ بالعكس ده متوقع قوي. اشمعنى يا ندى يا بنتي؟ لا يا بابا، انا ما احبش اتكلم في حاجه تعكر مزاجك، وبعدين ما هو جه اهو وطلبها، وان الله حليم ستار. اتقلب وش حسن وقب عصبيه. تقصدي ايه بالكلام ده يا ندى؟ انت تعرفي حاجه مخبياها؟ قصدك ايه بالكلام ده؟ ما تحاسبي على كلامك. الله، ده انا ساكته وستر عليكي، ده بدل يعني ما تشيلي يا جميله عايزه تطلعيني انا الوحشه. انا مش فاهمه انت بتتكلمي كده ليه، وعن ايه اصلا، وازاي؟ اخرسي، ما اسمع صوتك يا لارا. وانت يا ندى يا تقولي عندك ايه على طول، يا تخفي من وشي. لا هقول يا بابا، لان مش انا اللي غلطانه، ومش هتبقى هي الغلطانه وتبجح وتقلبك عليا كمان. اخرسي يا ندى وادخلي اوضتك يلا. لا مالكيش دعوه بيها، ومحدش ينطق الا لما اكلمه. قولي عندك ايه يا ندى؟ الصراحه كده يا بابا، انا شفت لارا وطه ده كتير قوي بينهم يعني كلام وضحك وكده، وواقفه بقى في البلكونه وهو في الشارع وملغيه كتير قوي، عشان كده لما بتنزل الشارع بتتاخر، ومش بعيد يكونوا بيتقابلوا من ورانا ويقعدوا في مكان لما تبقى رايحه عند خالتها دي لو اصلا كانت بتروح لها. لف حسن بعصبيه وضرب لارا بالقلم على وشها وشدها من شعرها. يا بابا في ايه؟ يا بنت انا بنتي تعمل كده بعد ما ربيتك وكبرتك تروحي تقرطصيني في الحته وتسوقي سمعتي؟ لا والله يا بابا، لا انا ما عملتش كده، والله ما عملت كده. ما عملتش كده؟ امال هي جابت الكلام ده من دماغها، والتاني جاي ويستغفرني ويطلبك مني عادي صح؟ وهو عامل فيها بريء وبيضحك عليا. زمان هو وابوه نازلين بيقولوا عليا راجل مغفل بسببك انتي، فضحتي ابوكي واستريحتي، بس وحياة امك ما عدها لك. شدها من شعرها لاوضتها وفضل يضرب فيها. والله العظيم ما عملت حاجه يا بابا. الحقوني يا ناس، ما عملتش حاجه. الحقوني. ما حدش هيلحقك من تحت ايدي يا زباله. يسرا شدت بنتها من ايديها. قدامي يا مصيبه، قدامي. ايه ده في يا ماما، بتزقني كده ليه؟ الهبل اللي هلفطي بيه بره ده ما ينفعش كده، الموضوع ما يبقاش للدرجه دي. لا للدرجه دي واكتر كمان، طالما اخدت حلمي مني، وبعدين دي لسه البدايه، بكره تشوف بقى انا هعمل فيها ايه. وبعد اسبوعين كانت لارا عند المكواجي بعد ما ابوها اخيرا وافق انها تنزل. انت رفضتيني ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انت جيت منين؟ انا بسالك رفضتيني ليه؟ لو سمحت سيبني في حالي ومالكش دعوه بيا، انا مش عايزه مشاكل. ايه وقفتي معاكي مشاكل؟ ردي قولي لي ليه رفضتيني وانا هسكت. خلاص تمام، كلم نفسك بقى. اخدت الحاجه من بشير ومشيت على البيت بسرعه، وطه طلع وراها وامسكها بعصبيه. انا بسالك سؤال يبقى تردي عليا، رفضتيني ليه؟ انطقي. انا عايزه اطلع البيت، سيبني بقى. مش هسيبك غير لما تردي عليا، احنا من واحنا عيال صغيرين عارفين بعض كويس، وكنت بحبك وعمري ما قربت من ست عشانك، عشان كنت بشوف عيونك بتلمع لما تبصي عليا، كنت بشوفك لما بتطلعي في البلكونه وتتفرجي على ماتشات الحاره، كنت بتتفرجي عليا انا وبس، كنت بشوف ابتسامتك بعد كل مره اجي عند بشير وانت عنده، ودلوقتي فجاه رفضتيني وحاسه بقى ان قلبك مش ميال ليا، في ايه بقى؟ سيبني يا طه، سيبني لو سمحت، كل اللي بتقوله ده تخاريف، انا ما كنتش بحس بحاجه ناحيتك اصلا. ايه مش بتحسي بحاجه ناحيتي؟ دي كدبه جديده بقى بتكدبيها على مين بالظبط؟ رفضتيني ليه؟ ردي يا لارا. انا ما رفضتكش، بابا اللي رفضك، بعد اذنك بقى سيبني. بس عمي حسن قال ان هو حاول يقنعك وانت اللي رفضتي. لا ده ما حصلش، ندى قالت لبابا ان احنا بنتقابل في السر، وان انا وانت في علاقه ما بيننا، وبابا ضربني وفكرك بتستغفله عشان كده رفض. ايه ضربك؟ يعني ايه ضربك؟ اتملت عيونها بالدموع وطلعت تجري على فوق.
رجع حسن بالليل وندى راحت له بسرعه. بابا انا مش عايزه اعصبك اول ما تيجي، بس انا يعني شفت لارا بتطلع على عمر ووراها طه، وقعدت كده يجي 10 دقايق ربع ساعه كده وبعدين طلعت البيت. ما اعرفش بقى ايه اللي حصل. يا زباله يا لارا، انت يا زباله يا صايعه. دخل اوضتها وشدها وفضل يضرب فيها، وندى واقفه بابتسامه لحد ما الباب خبط وفتحت لقيته طه بشاير. زقوها ودخلوا بسرعه وطه بعدوا عنها. انت اتجننت يا حسن؟ هتموت البت في ايدك. ايوه طبعا لازم تدافع عن فجر السايبه، ما كل مصلحه ابنك. لا ده انت عقلك فوت عشان تفكر فينا كده. فوق يا حسن، ده احنا 10 عمر، مش ناس غريبه توقع ما بيننا. ومين بقى الناس الغريبه اللي وقعت ما بيننا؟ عايز تقول لي ان ابنك والزباله دي مش في علاقه ببعض؟ والله العظيم ابدا يا بابا، والله العظيم انا حتى مش بتكلم مع طه، كل اللي انا بعمله برد السلام وبس. كدابه، ندى قالت لي على كل اللي بينكم، وقالت لي على مقابله النهارده يا فجره. بنتك اشرف واحده في الحته يا عمي، ومش المفروض بقى ان انا اللي اعرفك ده؟ الواد بشير مستني تحت البيت، تحب اطلعه لك ويقول لك بقى اللي كان بيشوفه بيني وبين لارا؟ ايه هيقول الحقيقه مثلا؟ ما هيداري عليكم هو كمان. لا يا عم حسن، انت واضح كده نسيت اخلاق ولاد حتتك كلهم. انا طلعت النهارده ورا لارا بس غصب عنها، عشان اعرف بس ليه رفضتني، وحكيت لي على كل اللي حصل. عشان كده جبت ابويا، انت عارفه هو راجل حقاني ومالوش في اللوعه، فلو عندك شك في بنتك قوله بقى قدامه. انزل انت يا بشير من تحت يا طه. بعد دقايق كانوا كلهم في الصاله ولارا واقفه ورا بشاير متحميه فيه. قول لي يا بشير، ندى وطه كانوا بيتقابلوا عندك صح؟ ازاي يعني يا معلم؟ هتستعبط ولا ايه؟ يعني بيجوا عندك متفقين ويقعدوا يتكلموا شويه وبعدها بيمشوا؟ ما حصلش طبعا، الست لارا زينة البنات كلهم، ده لو المعلم طه رمي السلام عليها بترد عليه بالعافيه، غير كده لا. وانا بقى الكلام ده مش واكل معايا. اقول لكم حاجه، بره كلكم، وهي كمان قبلكم بره. ايدك ما تمدش عليا يا عمي، ولو انت هان عليك لحمك احنا ما تنش علينا بنت حتتنا. يلا يابا. وفي بيت بشاير. ادخلي يا بنتي ما تكسفيش، انت هتقعدي هنا النهارده لحد ما ابعت حد بكره يروق شقتها وتقعدي فيها. لا يا عمي ما تتعبوش نفسكم، انا هروح اقعد عند خالتي. وانا ايه لارا يا بنتي، ما انا زي عمك. وبعدين ما تخافيش، ما حدش فينا هيقعد معاكي في البيت النهارده. انا عايزك تطمني وما تزعليش من ابوكي، الزن على الودان امر من السحر. يلا يا بنتي نامي وصباح رباح. ابتسمت لارا بدموع وبعدها وقفتها قدامها. لو احتجتي اي حاجه احنا موجودين تحت، وما تزعليش نفسك. تسلموا لي يا طه، مش عارفه اقول لك ايه. بعد اسبوع كانت لارا قاعده في شقه طه والباب خبط، ولارا لما فتحت: طه انت بتعمل ايه هنا؟ جايب لك احلى غدا يا ست البنات كلهم. طب اتفضل انزل بقى عشان ما يصحش تفضل هنا. الله، انت خايفه مني ولا ايه؟ لا انا هخاف منك ليه؟ ده ربنا هو اللي عالم انت عندي ايه. لو خفت من الدنيا كلها يا طه هطمن لك انت، ده انا مش بتحمى في حد غيرك. يا رب صبرني، لسه برضه مصممه ان احنا ما نتجوزش غير لما تصالح ابوكي وبعدها بقى يوافق يجوزنا؟ ايوه مصممه، ودلوقتي يلا بقى اتفضل. حاضر هنزل يا عيون طه، نازل اهو. بعد كام يوم لارا نزلت المحل مع بشاير. انا وافقت على كلامك يا بنتي اهو عشان تشتغلي وما تحسيش ان انت تقيله، لكن نزول المحل من غيري مش هوافق. تمام ماشي يا عمو اللي تشوفه. وفجاه جه ابوها. هو ده مكانك بياع في وسط الشارع كده؟ يا فتح يا عليم، في ايه يا حسن؟ جاي تجر شكل البت ولا ايه؟ بنتي وجاي اكلمها ولا خلاص بقى ممنوع؟ يعني لسه فاكر انها بنتك؟ امال وليه حق كمان اكسر عظمها، ودلوقتي لو حبيت مالكش حق يا عمي. هي يا طه هتقف لي ولا ايه؟ لا ما يصحش، بس برضك ما يصحش تيجي جنبها. خليكم تنفعوا بعض. بعد يومين الباب خبط على لارا. ندى انت بتعملي ايه هنا؟ جايه اسلم على اختي واشوف العز اللي عايشه فيه. ايه يا لارا شكلك مبسوطه قوي هنا ها؟ وانت مالك يا ندى؟ اللي جابك لحد هنا؟ جايه تعملي مشاكل ولا ايه؟ لا قلت لك جايه اتفرج واشوفك، يمكن حابه يعني نوصل لاتفاق. اتفاق ايه ده بقى؟ اني مثلا احسن صورتك انا امي عند ابوكي، بس بشرط. ايه هو بقى الشرط ده؟ انك ترفضي طه واتجوزه انا. لولا ان الباب مفتوح ما كنت سمعت النكته دي بجد. انا اتجوزك انت يا حربايه يا بواقي الستات انت؟ مين دي اللي بواقي الستات؟ ده انا بلارا دي مليون مره. امال طبعا. امشي يا بنت على بيتك، ما تخلينيش امد ايدي عليكي. امشي وما اشوفش وشك هنا تاني، مفهوم؟ مشيت ندى وبص لارا. ما تقوليش بقى انك كنت ناويه تسمعي كلامها. انا ما ردتش عليها. يا بنت عليا انا الكلام ده انا حافظك يا لارا، ده انت روحك في ابوكي. ودي حاجه حلوه ولا وحشه؟ طالما منك انت تبقى اكيد حلوه. بس بقى ما تكملش كلامك، اتفضل لو سمحت اخرج عشان ما يصحش كده. هخرج بس عايزه اسمع منك لمره واحده بس ان انت بتحبيني.
وبعدين بقى في الكلام اللي بيجيب ورا ده. لارا ما تفهميش غلط، انا بس عايز اسمع منك، عايز احارب وانا مطمن. اتكسفت جدا من كلامه. انا بحبك، استريحت. ده انا استريحت فوق ما تتخيلي. كده بقى صالحك على ابوكي، ضمنت الجوازه. ايه ده؟ يعني انت كنت تعرف تصالحني عليه؟ ايوه بس قلت اضمنك الاول. بارد، امشي بقى. حاضر، تصبح على خير يا جميل. وتاني يوم الصبح صحيت لارا على تخبيط عالي جدا، وطلعت تجري بخوف وفتحت الباب. في ايه؟ ضربها حسن بالقلم وزقها لجوه بعصبيه. بتقعدي معاه لوحدك في الشقه يا فجره يا زباله؟ عشان كده اخدوكي عندهم بيتسالوا بيكي؟ ها؟ حرام عليك يا بابا بقى، ابعد عني، كفايه بقى، الحقوني يا ناس. ومين هيلحقك مني؟ ها؟ مين؟ يا بابا كفايه. يا طه الحقوني. دخل طه وبشير بسرعه وبعدوا طه عنها. ده انت اتجننت رسم بقى يا حسن، جاي تضرب البنت هنا كمان وهي بعيده عنك؟ وهي عشان بعيده عني اسيبها تمشي على حل شعرها وتضيع سمعتي؟ ها يا عم حسن، ما تفوق كده. دي لارا بنتك اللي كنت بتقول عليها تربيتك انت وامها. لارا اللي قلت عليها لو سبتها وسط 1000 راجل ما يهمكش، وابقى عارف انها هتصني. فوق يا عمي فوق. وكنت مخدوع فيها وفيك يا طه. انا كنت فاكرك بقى راجل، وما كنتش فاكر ابدا انك تعمل حاجه زي دي، لكن ان اعرف بقى ان انت بتطلع لها شقه هنا لوحدكم، يبقى ولا هثق فيها ولا فيك. انا مسامحك في كلامك عني يا عم حسن، لكن بنتك لا، مش مسامحك بقى في اللي بتقول عنها. ما تتكلم يا بابا، عشان انا خلاص جبت اخري. او ليه بس يا طه؟ ما عمك حسن كبر وخاب خلاص، وحرم البيت هم اللي ماشيينه. ايه انتوا هتعملوا عليا رباطيه ولا ايه؟ وتلقفوني لبعض، وانا بقى المفروض ضميري يوجعني واصدقكم؟ صح؟ كل ده عشان تدافعوا عن الزباله دي. الزباله دي اشرف من اللي في بيتك. انا عندي استعداد اثبت لك انك غلطان يا عمي حسن، بس على شرط. وهتثبت لي ازاي بقى وانا مستحيل اصدق كلامك؟ لا اثبت لك بطريقه تصدقها، بس على شرط لما تعرف الحقيقه تاني يوم يبقى كاتب كتابي على لارا. هو انا موافق. هتعملها ازاي بقى؟ بكره انزل انت ومراتك وسيب اللي اسمها ندى دي لوحدها خالص، وارجع لوحدك واسمع اللي هيتقال. تاني يوم لارا وقفت مع طه، هو انت متاكد من اللي هتعمله ده؟ ما تقلقيش، انا عمري ما هغامر بيكي. نزل طه لما حسن رن عليه وراح على بيت حسن وخبط الباب، وندى فتحت. طه انت بتعمل ايه هنا؟ ايه مش هترحبي بيا ولا ايه؟ يا سلام، النهارده عايزني ارحب بيك؟ ايوه امبارح كنت عامل فيلم كده، النهارده بقى الحياه كلها. هتدخليني ولا ايه؟ ندى دخلت ودخل هو وراها وساب الباب مفتوح. وفي الوقت ده كان حسن ساب يسر تشتري حاجات وقال لها يروح مشوار ورجع للبيت. نعم، عايز مني ايه؟ عايزك يا ست البنات، مفيش احلى منك عشان عاوزه. يا سلام، مش انت عندك ست لارا بتاعتك؟ جايلي ليه بقى؟ انت اللي لبستيني في لارا بنفسك، وانا من الاول عيني كانت عليكي. انت هتكذب؟ ما انت جيت وطلبت ايد لارا انت وابوك. ابويا اللي كان عايزها ليا، ولما جيت اخلع انت بقى بوظتي الليله وخليتيه يكرشها، ولبست انا بقى. كان لازم ادافع عنها عشان العشره وكل ده. يا سلام، بتتكلم جد؟ يعني لو الوضع اتحل هتتجوزني انا؟ وانت هتحليه ازاي مع ابوها؟ عمي حسن ده هزق، خلاص لعبت عليه انا وامي لحد ما بقى يصدق الكلمه مننا وما يراجعش ورانا. ده انا بليت على بنته من دمه وصدق. يعني لو قلت له ان هي بقت كويسه وانا اتلخبطت في اللي شفته هيصدقني طبعا، بس تتجوزني تمام؟ اتجوزك اتجوزك يا بايره. فجاه دخل حسن. يا بنت الحرام، بقى بتخليني اظلم بنتي؟ ضربها حسن وجيت يسر. يا لهوي يا لهوي، بنتي ابعد عنها. انت طالق، خدي البت الزباله دي وامشوا. مسكتها يسر بعدتها من تحت ايده ومشيت بيها. دقايق وبشاير دخل وكان معاه لارا. حسن قرب منها وبس راسها بدموع. سامحيني يا بنتي، انا ظلمتك، سامحيني. مسامحاك يا بابا، مسامحاك. ايه بقى يعني كده جوازي بكره؟ يا واد اتقل يا واد، نجي لكم بقى بكره ونتفق يا جماعه. عدى شهرين وكان يوم فرحهم، دخلوا البيت سوا. اخيرا يا بت، اتقفل علينا باب واحد. ده انا افتكرت اني عاجز قبل ما نتجوز. ادينا اتجوزنا اهو. مبروك عليا احسن راجل في الدنيا. وانا مبروك عليا حب حياتي واحسن بنت في الدنيا كلها. بحبك يا لارا وانا بعشقك يا طه. ولحد هنا خلصت القصه خالص. القصه دي للكاتب المبدعه اميره محمد، ويلا بينا نبدا قصتنا. اللي كان داخل مطعم وبيشتري منه اكل وكان على كتفه سنجاب، راح عند البنت اللي كانت قاعده مكان الكاشير. لو سمحتي انا عايز سندوتشين برجر. ايه ده؟ اطلع بره، اطلع بره دلوقتي حالا. سنجاب؟ انت داخل محل بسنجاب؟ اطلع بره بسرعه.
ايه ده؟ في ايه؟ هم منعوا سناجيب من مصر ولا ايه؟ انا معايا ترخيص بيه على فكره. بقول لك اطلع بره، لو انت مش خايف عن نفسك احنا بقى خايفين عن نفسنا. هو انت ما سمعتش عن موضوع بتاع الجدري بتاع القرود اللي منتشر دلوقتي في مصر؟ حرام عليك، اطلع بره بسرعه. ايه، اتخرج من محل وهو مش فاهم اي حاجه؟ هي مالها دي؟ عبيطه دي ولا ايه؟ جدري قرود ايه بس المنتشر؟ وبعدين اصلا انا على كتفي سنجاب، وانا يعني على كتفي قرد؟ يلا مش مهم، هروح اشتري من محل غيره. وفي نهايه اليوم كان مقعد السنجاب بتاعه على رجله وبيغني له: في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب، في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب، من بالباب؟ أنا تيتا يا أولاد، ومعايا كيكة عيد ميلاد، افتحوا يا أحلى أحفاد، صوتك خشن انت الثعلب، اذهب اذهب يا كداب، ما دامت ماما بالخارج لن ندخل أبدا أغراب. السنجاب ده هيقبلك، أنا عارفة والله. يا ابني بقى روح دور على عروسة تتجوزها، يعني انت وصلت 27 سنة ولسه قاعد تغني للسنجاب بسلامتك؟ في بس يا ماما، ما تروقي كده امال، في يا ست الحبايب. طب خلاص انا هغني لك انت بقى دلوقتي: ست الحبايب يا حبيبة يا اغلى من روحي ودمي، عوض عليا عوض الصابرين يا رب. يا واد انا مش عايزاك تغني لي ولا حتى تغني للسنجاب، انا عايزاك تتجوز بقى، عايز افرح بيك يا حبيبي. بقولك يا ست الكل، انا لسه اصلا ما لقيتش بنت الحلال. يلا خدي السنجاب ده اكليه بسرعه لحد ما ادخل اخد دش وارجع لك. امشي ابعد عن وشي، انا اصلا ما احبوش. انا اروح يا اخويا احضر الاكل، قال سنجاب قال زمان ابوك راجع من الشغل. طب خلاص سنجوبي، خليك انت بقى قاعد هنا لحد ما ارجع لك. معلش يا حبيبي، انا عارف مفيش حد بيدفع لي في البيت ده غيري. اخد دش بس سريع كده واجي نسهر مع بعض يا قلبي. لكنه لما دخل الحمام وقلع هدومه اتفاجئ ان جسمه كله مليان طفح جلدي. كان شكل جسمه مخيف جدا، عشان كده لبس بسرعه وخرج من الحمام. ماما الحقيني يا ماما، انا جسمي كله مليان طفح جلدي، يا امي الحقيني، مش عارف جالي منين بتاع ده. يا نهار ابيض، لا يكونش جالك من بتاع اللي بيتكلموا عنه اليومين دول اللي اسمه جدري القرود. ايه يا ماما، جدري قرود ايه بس يا ماما؟ بقى معقول انت خايفه من جدري؟ هو انت هتعملي زي معتوه اللي كانت في المطعم النهارده ولا ايه؟ يلا يلا، انا عارف دكتور جلديه ممتاز قوي، انا هنزل له بسرعه. يلا بينا يا سنجوبي. انت برضه هتاخد بتاع الزفت اللي اسمه سنجاب ده معاك؟ يا ابني بعد عنه بقى، ده مش حلو خالص وكله مليان امراض. اهو الحاج وصل اهو، تعالى يا حاج الحقني، انا مريض يا حاج وهنزل اقول لدكتور جلديه. اهو من يوم ما زفت السنجاب ده دخل البيت وانت كل شويه تعبان كده، وبرضه مش بتسمع كلام ولا راضي تستغنى عنه، وانا اللي كنت بقول ان انت اللي هتنصفني يا حاج. طب سلام بقى كده، جبرت على الاخر. ونزل اياد راح عياده الدكتور، وهناك شاف نفس البنت اللي شافها في المطعم الصبح. ايه ده بقى الرخامه دي؟ هو انا كل ما اروح مكان الاقي في وشي؟ يا نهار ابيض، انت ليك انت تدخل هنا كمان بالسنجاب؟ ده انت جبروت قوي يا شيخ. بقى معقول دخل عياده لدكتور جلديه وبالسنجاب؟ والله لو الدكتور شافك ما يرضى يكشف عليك. هو انا كل ما اروح مكان تطلع لي فيه؟ هو في ايه بقى بجد؟ انا حقيقي بقى ابتديت اتضايق قوي. وقتها الدكتور خرج من الاوضه. لو سمحت يا استاذ، اخرج بالسنجاب ده بره، ممنوع دخول اي حيوانات اليفه ممكن تسبب عدوى في العياده عندي. انا اول ما شفت السنجاب ده في كاميرات الاوضه الخاصه بالكشف قلت لازم اخرج على طول. انا بقى النقطه دي. طيب تمام يا دكتور، حاضر، هسيبه في مكانه وارجع لك. اياد راح سابه عند واحد صاحبه وبعدين رجع للدكتور. وبعد شويه في غرفه الكشف: يا دكتور انا عندي طفح جلدي ومش عارف ايه سببه وحقيقي متضايق منه قوي، ارجوك بقى اكتب لي على اي حاجه تخليه يضيع مني في اسرع وقت. ده فعلا طفح جلدي، بس حضرتك عارف بقى انت عندك مرض ايه؟ انت عندك مرض جدري القرود. ايوه بقى، هو ايه بقى المرض ده؟ كل الناس عماله تنبهني منه. ده مرض بيجي عن طريق العدوى من الحيوانات، اكيد بسبب السنجاب اللي انت شايله ده، اكيد هو اللي نقلك العدوى. يعني السنجاب فعلا ممكن ينقل لي عدوى زي دي؟ طب يا دكتور بقول لك ايه، ممكن تكلمني شويه عن المرض ده؟ ده مرض فيروسي بيسببه فيروس اسمه جدري القرود، وطبعا اعراض المرض ده بتفضل معاك من اسبوعين ل4 اسابيع، ومن اعراضها بقى الطفح الجلدي اللي عندك ده، وكمان ممكن يجيلك سخونيه وتحس بتكسير في جسمك وصداع واعراض تانية كتير. عندك حق، انا فعلا من يومين كده كان عندي سخونيه، والنهارده عندي صداع رهيب، بس انا من عادتي يعني اني بتجاهل الامراض دي، فما حبيتش اقلل نفسي يعني. لا طبعا الموضوع مقلق، انت اصلا ما ينفعش تختلط باي حد ولا تلمس اي حد خالص عشان ما تنقلهوش المرض. من الاخر كده انت هتدخل في عزله تامه عشان ما تاذيش حد. وبالنسبه للسنجاب بتاعك ده انت لازم تخلص منه، ونصيحه مني بلاش تختلط باي حيوانات نهائي عشان هم دول بيكونوا مصدر معظم الامراض الصعبه. بقى معقول سنجوبي يعمل كل ده؟ ده انا كنت بحبه قوي، ده انا ما كنتش راضي اتجوز وكنت مستكفي بيه في حياتي، ده كان حبي الاول والاخير يا دكتور. سيبك بقى من كل الكلام ده وكل التخريف دي،
واسمع كلامي لو كنت عايز ان ربنا يشفيك يعني. لا يا دكتور خلاص، طالما فيها جدري قرود يبقى انا هسمع كلامك وابعد بقى عن سنجوبي واسمع كلام امي واشوف لي بنت الحلال، بس لما ربنا بقى يبقى يشفيني. هو صحيح يا دكتور المرض ده ليه علاج ولا ملوش؟ في اللقاح انا هديهولك، وكمان اقول لك على بعض الارشادات للعنايه يعني بنفسك، وان شاء الله الموضوع يمر بسلام. بس لازم تتابع معايا كل يوم في التليفون وتصور لي شكل الطفح الجلدي ده عشان اعرف اذا كان جسمك بيستجيب للعلاج ولا لا، ولا الحاله بتتدهور اكتر. وبعد شويه هي اتخرج من غرفه الكشف ولقيت واقف في وشه. فضلتي تنقي عليا وتقول لي عندك جدري قرود، وفعلا لحد ما جالي ما شاء الله عينك زي الفل. عيني ولا غبائك؟ سوري يعني، ما هو مفيش حد يعتني بحيوان زي السنجاب ده ويبقى فرحان قوي بيه كده كانه اعظم انتصاراته. ده انت مجنون. وانت تعرفي ايه اصلا عن السنجاب يا ست هانم؟ هو صحيح يعني جاب لي عدوى، بس والله العظيم هو قلبي كده من جوه، لو فتحتي قلبي هتلاقيه قاعد ومتربع جواه. طب يلا يا اخويا روح له بسرعه عشان ما تخفش بقى وتفضل طول عمرك مريض. كلامك دبش قوي ما شاء الله. بقول لك ايه، انا مش من وشك عشان مش بحب الدبش ده، وبقيت ما بتفايلش خالص لما بشوف وشك. ومشي من قدامها وهي بتستحلف له. ايه البني ادم العجيب ده؟ طب لما اشوفك تاني والله العظيم لا اوريك. وبعد شويه كان اياد اخد السنجاب من صاحبه ورماه بعيد عن البيت. كان على عيني والله يا صاحبي، معلش يا سنجوبي، معلش هبعد عنك شويه، بس هعمل ايه بقى؟ انت اللي قلت باصلك معايا الاول وجبت لي امراض وحشه. يلا سلام بقى يا صاحبي، اشوفك بقى في الاخره. وبعدها رجع البيت وابتدى يحكي لمامته وباباه على كل اللي حصل معاه. ما كانش يومك يا ابني يا حبيبي، ما كانش يومك والله. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ طب خلاص يا ابني، احنا هنوديك تقعد في الشقه بتاعتنا التانيه، بس تعزل نفسك عن الكل عشان ربنا هيحاسبك لو انت كنت السبب في ضرر اي حد عن قصد، وتتبع كل تعليمات الدكتور عشان ربنا يشفيك يا حبيبي. ما انا ما قلت لك يا اياد يا ابني، قلت لك بلاش وابعد عن الزفت اللي اسمه سنجاب ده. ما كنتش بتسمع كلامي. ده انت يا ابني كنت بتجيب له اغلى اكل وتجيب له كمان لبس، وكنت بتعمل. ما خلاص بقى يا ماما، قفلي على الموضوع ده، خلينا اشوف البلوه اللي انا فيها دي. يلا يا حاج هات مفتاح الشقه، وانا لما عاوز اكل هبقى اطلب بقى دليفري. نعم دليفري؟ امك موجوده؟ عيب يا واد، ده انا هعمل لك كل يوم اكل وهاجي احطه لك من تحت الباب. تمام؟ ما ده لا عشان برضه يا حاجه بقول لكم ايه، صحيح الدكتور قال انكم لازم تاخدوا مصل قوقايه يعني عشان لو حصل لكم اي عدوى تخفوا، والعدوى بقى دي تختفي. خلاص تمام، وماله يا اخويا، ناخد المصل، احنا ورانا ايه يعني. وتعدي الايام واياد محبوس في الشقه وكان متضايق جدا، لكن الاعراض كانت بتقل من عنده. وفي يوم كان رايح قاعد كشف عند الدكتور ولقيته في وشه. ايه استغفر الله العظيم يا رب، استبحت بوشي مين النهارده عشان اشوفك بقى في وشي دلوقتي؟ انا مش فاهمه والله، انت مالك ومالي؟ هو انا يعني كنت مرات ابوك وانا مش واخده بالي ولا ايه؟ مرات ابويا انت عارفه يا بت، انت لو ما لمتش لسانك انا ممكن اقصه، انت حره بقى. يا سلام جدع يا ولا، تعالى جرب كده ووريني هتعمل ايه يعني بسلامتك. لا خد بالك انا بنت مخربشه قوي، مش واحد جربان زي كده اللي هيهزني. ها جربان؟ انا جربان؟ انت يا بت انت في ايه؟ مش عارفه انت بتتكلمي مع مين ولا ايه؟ هكون بتكلم مع مين يعني؟ حضره الممثل فؤاد المهندس ولا حضره الضابط محمد نجم؟ ها لا انا الباش محاسب اياد شعبان. يعني ما حصلتش شعبان عبد الرحيم. يلا يلا ادخل، دورك جاي اهو، خلينا نخلص بقى منك. ماشي افوق بس من اللي انا فيه والله لو اوريكي. وبعد كام يوم اياد راح المطعم اللي بتشتغل فيه. تصدقي بقى انا ما كنتش متوقع ابدا اني ممكن اشوفك، ده انا يا شيخه بحسبك اترفدتي من هنا، وافتكرت عشان انت اترفدتي رحت اشتغلتي في عياده. لا يا عم انا بشتغل شغلانتين، الله اكبر عليا، من عيال الحسود الحاقدين المرضى اللي زيك كده. لا ده انت عديتي الحدود في قله الذوق، بقى انا حقود وحاسد ومريض. طب بقول لك ايه، حقود وحاسد ديت مش فيا الحمد لله، ومريض انا برضو اتعالجت اللهم لك الحمد يعني. طب بقول لك يا متعافي، انت عايز تطلبيه؟ ها بصراحه انا قلت يعني لما اجي ارازي فيكي انا ماليش نفس اكل، واللي يشوف وشك بقى نفسه تصدق اكتر اصلا. بقى هو كده يعني. طب يلا بقى من هنا بدل ما اخلي صاحب المحل يطردك بره. لا على ايه، انا مش لوحدي يا جميل. يلا بتمنى ما اشوفش وشك مره تانية. ها ما تجيش في الاماكن اللي انا بشتغل فيها وانت مش هتشوفه يا خفيف. انا لسه بشتغل كمان في العياده، بخلص شغلي هنا وبعدها اروح اخلص الشغل في العياده كمان، يعني من الاخر كده ما تجيش العياده ولا تيجي المطعم. يلا يا جربان من هنا يلا. اياد بص لها بغضب ومشي هو بيتوعد لها، وكان عايز ينتقم منها على قله ادبها معاه في الكلام. عشان كده استناها لحد ما خلصت شغلها وفضل ماشي وراها لحد ما عرف مكان بيتها. وهناك قعد مع ست كبيره كانت قاعده على الباب
وبدأ يسأل عنها. لو سمحتي، هي البنت اللي اسمها تقى دي تبقى بنت مين في المنطقة هنا يا حاجة؟ وظروفهم ايه؟ دي تبقى بنت راجل الدنيا جت عليه بدري قوي يا ابني. ابوها ده كان راجل شغال ما شاء الله، بدل الشغلانه شغلانتين، وطول عمره كان راجل محترم وما عندوش غير تقى، والناس كانت تفضل تعايره وتقول له انت ابو البنات. لكن بعد كده بقى اتضح ان بنته اللي اسمها تقى دي هي اكبر نعمه في حياته، بعد ما عمل حادثه وتسببت بقى في عجزه، وبقت تقى بنته دي بقى هي اللي بتصرف على البيت وعلى مرض ابوها وعلى والدتها كمان. اصلا انا اسمع انها بتشتغل ما شاء الله بدل الشغلانه شغلانتين عشان يعني تقدر تكفيهم. وعلى كده بقى اخلاقها كويسه حاجه ولا ايه؟ ايوه امال ايه؟ بصراحه البنت مش بيطلع منها العيبه، وما بتقولش غير حاضر ونعم لابوها وكمان امها، وبره جدا بيهم. بقول لك بتشتغل عشان تصرف عليهم وبيتقدم لها احلى عرسان والله، بس هي بقى مش بترضى، بتقول اخدم امي وابويا وعايش اصرف عليهم احسن. بس قول لي يا ولا، انت بتسال عليها ليه يعني يا ابني؟ ها انت شكلك غريب كده عن المنطقه. والله الموضوع عادي يعني، اصلا انا يعني معجب بيها وكنت حابب كده ان انا اتقدم لها، فعشان كده يعني بسال عليها. والله يا ابني ما هتوافق، اسمع مني بلاش تكسف نفسك، هي مفرغه نفسها لاهلها وبس. ماشي يا حاجه، ربنا يبشرك بالخير، يلا سلام عليكم. ومشي اياد من عندها وهو بيقول في نفسه اللي زي دي انا ما ينفعش اذيها ابدا زي ما كان في دماغي، لانها طلعت بنت مكافحه جدا بصراحه يعني، رغم ان لسانها متبري منها بس انا احترمتها قوي. وتاني يوم كانت تقى راجعه من شغلها ولقيت سومه الست العجوزه اللي وقف معاها اياد وقفتها. بقول لك ايه يا بنت يا تقى، كان في واحد جدع يعني حلوه كده هنا امبارح كان بيسال عنك. ايوه كان قال لي اسمه اياد، وانا قلت له يا بنت عنك كل خير والله، هو قال لي ان هو عايز يتقدم لك، هتوافقي بقى يا بنتي؟ وابوك وامك ربنا مش هينساهم ان شاء الله. اياد الله يخرب بيته، هو ايه اللي جابه لحد هنا ده كمان؟ طيب يا خالتي سومه كويس قوي ان انت قلتي لي. هو في حاجه يا تقى يا بنتي ولا ايه؟ شكل كده يا بنت ما يبشرش ابدا بالخير. لا ما فيش يا خالتي سومه، انا اصلا اول مره في حياتي الاقي لازمه من قعدتك على المصطبه وتتبع يعني اخبار الناس. وطبعا لانهم في العياده بياخدوا ارقام المرضى، فهي قدرت تجيب رقم اياد ورنت عليه. اسمع بقى جربان، انت عارف انت لو جيت في المنطقه عندنا مره تانية انا هعمل فيك ايه؟ جربان؟ ايه جربان تاني؟ والله تخليني ارجع في كلامي واعمل اللي كنت عايز اعمله فيكي. يا سلام، وانت كنت ناوي بقى تعمل لي ان شاء الله؟ ده انت يا اخويا ما تعرفش تقتل نمله، ابتدي عليا قال. يا بنتي بلاش تحديني، انت والله ما قدي، لو جيتي على سكتي هفعصك، انت حره. لا يا راجل وريني بقى انت هتعمل ايه، يلا وريني شهامتك يا ابو الشهامه كلها. طب يلا سلام بقى يا حلوه. اياد قفل الخط في وشها وفضل يخطط ويدبر وهو متغاظ منها قوي. وتاني يوم راح لها هناك المطعم وطلب منها اكل كتير جدا في اوردر واحد. يا سلام، انت هتاكل كل الاكل ده لوحدك؟ ايوه هاكل كل الاكل ده لوحدي. ايه انت عندك مانع ولا ايه؟ ولا تكونيش دافع حاجه من جيبك وانا مش واخد بالي؟ لا مش كده خالص، كل يا اخويا كل، ربي في كرشك يا اخويا، ان شاء الله تاكل ما تقومش بعدها. ربي في كرشي وكمان بتدعي عليا في وشي؟ طب ماشي اصبري بس عليا، والله العظيم لو هوريكي بقى النجوم في عز الظهر. ولا تقدر تعمل اي حاجه. ايه تبص لها بمكر. وبعد ما جهزت الاوردر اخده ومشي من غير ما يحاسب، وهي طلعت تجري وراه زي المجنونه، لكنه ركب تاكسي وهرب على طول، وهي فضلت تتنطط من الغيظ. بقى انا تعمل فيا الموقف ده يا اياد؟ منك لله، ده اوردر كده كبير قوي وانا كده اللي هشيله كله لوحدي، اعمل فيكي بس دلوقتي حرام عليك. وفي نهايه اليوم وهي بتعمل جرد الفلوس، طبعا كان في عجز بمقدار ثمن الاوردر الخاص باياد، وهي اللي دفعت الفلوس. وبعدها راحت على شغلها التاني اللي هو في العياده، وهي بتفتح الدرج عشان تحاسب واحده، لقيت ظرف، ولما فتحته لقيت فيه فلوس وجنبهم جواب وكان مكتوب فيه الفلوس بتاعت الاوردر اهي، انا مش نصاب ولا حرامي، انا بس قلت لما اضايق كده شويه واخدك يعني على ثمن الاوردر. قالت في نفسها يا ابن ده انت هتخليني حرام اقول لك يا جربان بجد، المره دي جت سليمه، لكني عالم المره الجايه بقى انت ممكن تعمل فيها ايه. وبعد كام يوم لقيته رايح برضه عندها المطعم، فقالت له وهي بتجز على اسنانها خير يا فندم، تحب تطلب ايه؟ وعشان تبقى عارف الحساب هنا بيكون قبل الطلب، وهي دي بقى قوانين جديده. لا والله انتوا خايفين بقى للناس تضحك عليكم ولا ايه؟ المفروض انكم عارفين العملاء بتوعكم وعارفين كمان انهم مش حراميه، ولا انت ايه رايك في الكلام ده؟ ما انت مجربه. وقتها المدير راح ناحيتهم. خير يا فندم، في حاجه ولا ايه؟ لا ابدا يا استاذ جميل، هو بس بيطلب اوردر، انا واخد بالي ان العميل ده بيجي كل كام يوم
وبتفضلوا بقى تتهمسوا وتضحكوا مع بعض. هو حد كان قال لك ان احنا فتحنا مكان شغل كافتيريا ولا ايه؟ انت بقى مفصوله يا استاذه تقى، ومن دلوقتي. يا فندم طب بس اسمعني، ما تقول حاجه يا استاذ اياد. الله يا فندم حضرتك فاهم الموضوع غلط، انا جاي اطلب طلب عادي يعني. هي عارفه اسمك وبتجيبك كل كام يوم هنا وتقول لي بقى في الاخر اني فاهم الموضوع غلط. يلا يا عمنا خدها بقى في ايدك وامشوا. تقى مشيت ورا اياد وهي متعصبه قوي. وبعد ما بعدوا شويه عن المحل، انت عارف ان انت فصلتني من شغل مهم قوي بالنسبه لي. لو انت فاكر انك كده بتضحك بعقول الناس وبتاخد امور حياتهم كتسليه ليك تبقى بني ادم مش كويس. انا كنت محتاجه فلوس الشغل ده قوي، وحاليا هفضل ادور على شغل جديد عشان ما ينفعش اشتغل غير شغلانتين. حرام عليك يا اخي. طب اهدي بس يا استاذه تقى، اهدي. انا اسف والله، انا عارف ان انا عملت حاجه غلط قوي، بس صدقيني انا ما كنتش اقصد. انا لو اعرف يعني الامور هتطور كده وتوصل لحد كده والله ما كنت جيت لك من الاساس. ارجوك بقى تختفي من حياتي خالص، انا مش عايزه اشوفك مره تانية فيها ابدا. ابعد عني يا اياد لو سمحت. وطلعت تجري من قدامه وهي بتعيط، وضميره كان بيأنبه قوي، وكان حاسس بمشاعر كتير قوي جواه متلخبطه. عشان كده رجع البيت وابتدى يحكي لمامته كل اللي حصل. انت غلطان يا اياد يا ابني، بنات الناس مش لعبه في ايدك، بتحبها تروح تصارحها، مش تفضل بقى تلف وتدور وراها كده زي الكلب الجربان على رايها. انا كلب جربان يا امي، وبعدين ايه بحبها دي كمان؟ هو انت يعني كنت شفتيني اعترفت لك بحبي ليها في حاجه يا ماما؟ ما اعترفتليش ولا حاجه، بس انا عارفه ابني كويس قوي، وعرفت من كلامك ان انت بتحبها قوي. والله يا امي مش عارفه اقول لك ايه، انا فعلا ممكن اكون بحبها. انا مفيش بنت علقت معايا قوي كده ولا حطيتها في دماغي غيرها. طب انا عايز اصلح اللي حصل ده، اعمل ايه يا امي؟ كل اللي عليك بقى هو ان انت تروح لحد عندها، ده بعد يعني ما تدور لها على فرصه شغل كويسه وتعرفها الطريق، وبعدين تطلب منها بقى السماح، وبعد ما تحس انها رضت عنك تيجي بقى وتبلغني انا وابوك عشان نروح ونخطبها لك. ويا الف مبروك. يا امي ده كله ايه؟ في ايه؟ استني بس، تفتكري انها هتوافق عليا بعد كل اللي عملته فيها ده؟ اكيد لا. ايوه يا اخويا هتوافق عليك، شكلها واقعه فيك هي كمان، بس لسه يعني مش واخده بالها، ولما تلاقي موقف حلو منك يبقى انت كده هتحرك مشاعرها، وقتها بقى هي تاخد بالها ان قلبها بيدق. تمام يا حبيبي؟ طيب يا امي حاضر، على عمو ربنا يقدم اللي في الخير. وفعلا اياد فضل يدور لها على فرصه شغل كويسه جدا، وكمان كانت معاه في الشركه عشان هو راح سأل عنها وعارف المؤهل بتاعها. وقتها راح لها العياده، وهي اول ما شافته اتعصبت قوي. هي انت تاني؟ هو انا مش قلت لك اني؟ اهدي بس اهدي، في فرصه شغل ب 10000 جنيه في الشهر في الشركه اللي انا بشتغل فيها. ها ردي بسرعه، موافقه ولا مش موافقه؟ اهو جاي بقى يهزر تاني. انا عارفه ان انت مش هتسكت ومش هتحرم. انا بقى هنادي على الدكتور عشان يجي يطردك. ال 10000 جنيه قال ده انا بتنفخ طول الشهر هنا وباخد 3000 بس. والله العظيم يا طه انا مش بهزر، انا بشتغل في شركه كويسه، وعرفت بقى ان انت خريجه اداره اعمال، والشركه بتاعتنا طالبه ناس خريجين اداره اعمال، عشان كده حاولي تستغلي الفرصه وتيجي تقدمي، وهتبقى شغلانه واحده بس، وتبقي بقى اترحمتي من الشغلانتين اللي مش جايبين همهم دول. ولا انت ايه رايك؟ ماشي يا جر. ها جربان ايه تاني يا تقى؟ ما انا قلت لك بقى خلاص اتعالجت، وكمان قطعت علاقتي بالسنجاب. طب خلاص يا اياد ماشي، بس لو طلعت بقى بتضحك عليا المره دي انا هرفع عليك قضيه عشان ما تتعرضليش بقى بعد كده. تمام؟ لا يا ستي خلاص خلاص، الطيب احسن. وفعلا بعد فتره قليله كانت تقى بتشتغل في الشركه مع اياد. انا مش عارفه اقول لك ايه بجد، رغم يعني ان انت ما كنتش قاصد، بس انت بصراحه يا اياد نجدتني من موضوع شغلانتين دول. انا كنت بطلع كل يوم من الساعه 9 الصبح وارجع بقى 12 بالليل، وكنت بقى ببقى مهدوده على الاخر. يا ستي بقى عادي الجمال. ماشي يا اياد، ما تحرمش منك ابدا يا رب. كمان الشركه هنا مرتباتها كويسه جدا والتعامل كويس قوي. طب بقول لك ايه، ما تيجي نتجوز؟ ايه ده انت بتتكلم جد؟ وايه اللي ظرف كده يعني؟ بصراحه من وسط كل المشاكسات بتاعتنا انا اتاكدت اني بحبك، وبحبك قوي كمان، ومستحيل استغنى عنك. ها موافقه ولا ايه؟ موافقه طبعا يا اياد، موافقه قوي. ولحد هنا خلصت القصه خالص.